انا جايه اقول لاي حد ما بيحبش الخضار جربوه بس بطريقتي وانتوا هتاكلوه وانتوا مبسوطين جدا. اما بقى سلطه الفاصوليا دي اللي بناكلها في المطاعم فدي ما حدش هيختلف عليها. يلا بينا، الموضوع بسيط جدا. اي خضار عندكم في التلاجة هينفع، كوسه، جزر، فلفل، بطاطس، بصل، مشروم، مفيش حاجه هتقول لا. وحاولوا تقطعوا الخضار حجم واحد عشان ياخد نفس السوا، وكل ما كان الخضار اكتر الطعم بيبقى احلى. شايفين الالوان كده؟ كان ناقص بس فاصوليا خضراء وما كانش عندي، فاستخدمت بتاعه النعيم لسه نازله جديد في الرينج بتاعهم، وفعلا هتحسوها فريش مش فروزن. في معلقتين زبده ومعلقه زيت زيتون هننزل بالبطاطس والجزر الاول تقليبه، ونحط ربع كوبايه ميه ونغطي. تتبيله الخضار دي بقى رهيبه، زيت زيتون وتوم وسموكت بابريكا، ملح وفلفل، ولازم معلقه النعناع الناشف دي. بعد 8 دقائق ده شكل البطاطس والجزر، الطعم كله في الشوي ده. نضيف بقى فلفل الالوان والكوسه والبصل والفاصوليا الخضراء، وبعد كده نضيف التتبيل، نقلب 5 دقائق، واخر حاجه خالص نضيف المشروم. وكان عندي سويت كورن مسلوق ضفته تقلبتين ونقفل. حلاوه الخضار انه يكون في قطمه ومش مهري. قدمته مع فراخ مشويه، لو عايزين الطريقه اكتبوا لي في الكومنت. وعايزه اقول لكم اني مؤخرا بستخدم كل منتجات النعيم، اعملوا لهم فولو عشان تشوفوا كل جديد عندهم. عملت كمان بالفاصوليا بتاعتهم السلطه دي وطلعت تجنن. اللي عايز الطريقه يكتب لي، بجد مفيش ألذ من كده.